السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير الرايب منزلي سهل رائع كيجي بحال ديال المحلابه عاقد، والمذاق ديالو بنين بزاف. فتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي ياغورت اللي يكون عاقد، سكر سنيده، سكر بنكهه الفانيليا والحليب. في واحد الاناء وضعت الياغورت اللي يكون ضروري عاقد ويكون بارد من قبل غير في الثلاجه. 3 المعالق كبار من سكر سنيده. ضروري تستعملوا الياغورت اللي كيكون عاقد، ماشي بالضروره نفس الماركه اللي خدمت بها انا. سكر بنكهه الفانيليا، وعندي نصف لتر من الحليب بارد عادي من الثلاجه. غادي نمزج جميع المكونات، نخلطهم مزيان باستعمال الطراب اليدوي، غير حتى نحس بان داك السكر سنيده داب ليا. انا استعملت هنايا الكويسات ديال الرايب اللي كيكونوا خاصين برايب صغيورين، يمكن لكم تستعملوا الكيسان ديال الاتاي عادي. صافي من بعد ما حركتهم غادي نضيف لهم نصف ديال الحليب، نصف لتر ديال الحليب عفوا، اللي يكون سخون غليان. نحركهم جيدا ونبدا نعمر الكويسات ديالي. عطاتني هاد الكميه 8 ديال الكويسات. غادي نخلي 6 بنكهه ديال الفاني، وجوج غادي نضيف ليهم القليل من النكهه ديال الفريز او الفراوله. نحركهم بالفوي جيدا ونعمرهم في الكويسات ديالي. كيف ما كتشوفوا عطاتني 8 ديال الكويسات بالمجموع، جوج ديال الفريز و6 ديال الفاني. ناخذ هنايا واحد الطنجره خديت كوكوط وضعت فيها منديل من التحت وحطيت هذوك الكويسات. خديت الماء غليان، غادي نوضع القياس ديال ثلث ديال الكاس. صافي غادي نغطي عليهم بواحد السلوفان، نحاول انني لامس به بالكويسات باش حتى الا تكونوا لي شي قطرات ديال الماء ما ينزلوليش على الرايب. نغطي الكوكوط اولا الطنجره فوش وضعت الرايب، ونغطي عليها مزيان بواحد المنديل اولا مانطا ولا كاشه. ليله كامله في الصباح غادي ندخل داك الرايب للثلاجه غير حتى يبرد يعني يبرد مزيان. صافي ونقدموه بالصحه والراحه. كيف ما كتشوفوا راه كيجي عاقد، يعني واخا تقلبوا الكاس راه ما كيطيح ما والو. يجي المذاق ديالو لذيذ بزاف. يمكن لكم تكتفيو غير بالمذاق ديال الفاني. صراحه انا عجبني المذاق ديال الفاني اكثر من المذاق ديال الفريز، وكيبقى لكم الاختيار. وكانت هذه هي وصفتنا للنهار اليوم. الرايب بحال ديال المحلابه، كيف ما كتشوفوا كيجي عاقد لذيذ بزاف. نتمنى انكم تجربوا الوصفه. شكرا لكم على مشاهده الفيديو، والى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.